احنا بيبقى عندنا شويه، معرفش جت منين بصراحه، دلوقتي بفكر معاك الستاندردز كده، يعني ان انا لازم يكون جسمي رياضي، لازم اكون بخلص 3 كتب في الاسبوع، ولازم اكون عندي علاقات كتير، ولازم يكون عندي صحاب، ولازم اكون لذيذ، يعني بحس، ولازم اكون شاطر جدا في شغلي. فهل الستاندردز دي، يعني بحس شويه ان الستاندردز دي هي اللي بتعمل لنا بريشر ان انت محتاج تعمل ده حقيقي. والحاجات دي كويسه، بس هل هي يعني قد ايه هي براكتيكال، وقد ايه هي صح، وقد ايه بجد ده بينجح؟ طيب خليني اتناقش معاك في الحته دي، في انه من كل اللي انت قلته ده مفيش اي حاجه غلط، حلو، كلهم حلوين وصح. كويس. المشكله فين بقى؟ المشكله في انت بتعملها ليه وازاي. الحلقه اللي فاتت قلنا انا عندي وات واي وهاو، انا بعمل ايه، بعمله ليه، بعمله ازاي. ماشي. ان انا جسمي يبقى رياضي، تعال ناخد مثال من اللي انت بتقوله، ان انا جسمي يبقى رياضي دي حاجه كويسه جدا، صح؟ هل جسمي يبقى رياضي لان المفروض جسمي يبقى رياضي لان الناس اللي شكلهم جميل وعاملين فورمة الساحل بس هو ده بقى اللي خلق الستاندرد في الثقافة فانا هعمل كده عشان كده؟ دي مشكلة. ولا انت هتخلي جسمك رياضي عشان تعرف يبقى عندك صحة، تقوم وتشتغل كل يوم وتبقى عندك فيتنس. انت عايز جسمك يبقى رياضي عشان تطلع السكس باكس اللي انت هتفتخر بيهم وتتمنظر بيهم قدام الناس، ولا انت عايز جسمك يبقى رياضي عشان يبقى عندك القدرة انك تكمل حياتك؟ فواي انت عايز ده ليه؟ لما تجاوب لنفسك واي انت عايز ده ليه، هتعرف انت هتعمله ازاي بقى. هيفرق ايه؟ هل هقول في الحالتين ايه؟ هلعب رياضه؟ لا مش في حالتين هتلعب رياضه، في حاله منهم هتبقى عندك هوس الرياضه، مش هتلعب رياضه. هوس الرياضه انك انت لو ما خدتش البروتينات والاحماض الامينيه واتمرنت 5 ساعات في اليوم وما طلعوش السكس باكس دول وما بقتش يعني امور في الساحل، انت بقيت مستعبد للرياضه وعندك هوس الرياضه. فده ازاي؟ ده الهاو.